لكن تبقى الان الشركات، كل شركه عندها مجموعتها، كل شركه عندها جروبها، كل شركه، وهذا مو معيب انا ابدا مو ضدهم، ولكن احنا لا ننسى احنا عندنا فنانين كبار، ما اقصد عناصر طارق غير ولا لا، يعني اقصد نجوم الان، نجوم فنانات كبيرات ونجوم كبار قاعدين بالبيت وجايين يغبنون، يعني ما يصير بكل يعني بسوريا وبالاردن وبمصر وبالخليج الممثل كل ما يكبر كل ما يكون معدنه اكثر ناصع، اكثر خبره فعلا. احنا شويه يعني مع اعتزازي باخواننا المخرجين الجدد والمنتجين الجدد شويه يتغاضون عن هذا الموضوع، باعتبار مثلا يجيب انسان مو اختصاص تمثيل يعطي بطوله لانه هذا عنده متابعين هالقد وكذا، ربما البعض منهم نجح، انا ما اقول لا، ولكن هذه ما تنجح دائما. مو بس هذه الدراما، تعرف حضرتك الدراما هي لعبه قدم صعبه، يعني حتى وان تدخل واحد اسمه كذا وتدخله، هذا يراد له ايقاع، يراد له سرعه، يراد له بطء، يراد له تفكير، يراد له احساس، كل هذه لازم تجتمع بالممثل حتى يقدم لك الشخصيه الحقيقيه والصحيحه اللي توصل للمشاهد على الاقل. قبلك كان جالس على نفس الكرسي الفنان جمال الشاطي، وسألته سؤال بخصوص دخول مشاهير السوشيال ميديا إلى عالم التمثيل، فقال أنا معاها لأن هذا نظام عالمي، في حال عند القدرة والموهبة على التمثيل شنو المانع؟ ستار خضير كفنان وخلال هذا المشوار الفني الكبير، هل أنت مع أو ضد دخول مشاهير السوشيال ميديا إلى عالم التمثيل؟ الحقيقة هم جربوا يعني الشركات، حتى أكون منصف لأن أنا متابع جيد لهاي الأعمال وهاي الشغلات، 80 أو 75% أخفقوا لأنه تمثيل مو هين. ربما البعض منهم طلع عنده موهبة، بس ربما إذا موهبة شغلة الكوميديا ممكن تمشي، شغلة الكذا، ولكن يبقى إحساس الممثل، إيقاع الممثل تحتاج له إلى علمية، تحتاج إلى دراية. شوف الآن اكو 60 او 55% من الممثلين شباب برزوا، ليش؟ لان هذا خريج كليه او خريج كذا، حتى وان كان خريج التمثيل وكان يشتغل مذيع او خريج كذا لا باس، بالعكس قد هواي يعني شباب طلعوا الان برزوا باعمال كبيره ولهم حضور جدا كبير. هذا ما بس مو دائما هي تنجح يعني هاي الموضوع، يعني ربما اللعب عليها يعني مو ناجح 100%، ولكن أنا أيضا مو ضدها. إذا كان المنتج أو المخرج يشوف بهاي الإمكانية اللي السوشيال ميديا اللي جايبها ربما تخدمه، هذا بعد هو أبو الطوبة يبو الفلوس بكراهته بعد. نشوف بالفترة الأخيرة آخر 2 أو 3 سنوات بدينا نشوف الأعمال الدرامية تقدم، وأكو أعمال جيدة وأكو أعمال ممكن هبط مستواها اجتماعيا، لكن لحد الآن دا يصير نوعا ما اعتماد المخرجين أو الشركات الإنتاجية على الوجوه الشابة الجديدة، جيلك أو الجيل اللي قبلك أو اللي بعدك، دا نشوفهم بقلة ظهورهم بالعمل الدرامي. صح، أنا بالعكس أنا من الناس دائما فرحانين لهذا الجيل اللي هسه طلع، كل هاي الأعمال اللي قدموها الشباب، ولكن هي هاي يقول لي أنا مرات بالخيط والأصفر يقول لكن وآخر من كلمة اللكن، ولكن اختيار شخصي